العشاق الذين يتعاملون بالعشق قائم على الهيام، هؤلاء يعيشون أتعس حياة وأتعب حياة يعيشها هؤلاء، لأنهم يعيشون على أمور خيالية وأوهام خيالية. تأتي المرأة له بالكلام المعسول فيظنها صادقة، وهو يأتي لها بالكلام المعسول فتظنه صادقا، وفي الواقع هو ماكر بها وهو ساع للبطش بها ولكسر شرفها، وهي كذلك ربما هي ساعية للتسلط على ماله والتسلط عليه، وربما هي تلعب على أكثر من واحد، فهو يظن أنها له وهي تظن أنه لها، فهم عايشون عيشة خيالية قائمة على المكر والكيد والكذب. فإذا وصل كل واحد إلى ما يريده من الآخر أصبح يرمي الآخر رميا غير عاديا. فإن هي المرأة يمنيها بالزواج، سيتزوج بها وسيفعل وسيصير، فإذا مكر بها يقول إذا كانت خانت أهلها معي ستخونني أنا من باب أولى، وإذا كانت ما حافظت على نفسها معي وأنا رجل أجنبي من باب أولى أنها ما ستحافظ على نفسها عندي، ومستحيل أنه يبقى واثقا بها وراضيا بها، لكن فقط كما قلت لك على هيئة مكر وكيد. فإذا وصل كل واحد إلى ما يريده من الشر تركها، وربما بعد أن يمكر بها أصبحت مغلوبة على أمرها، وأصبحت تعاني الويلات والهم والغم بعد أن كانت ترى الرسائل والكلمات المعسولة وتذوب أمامه ويذوب أمامها. تصبح الأمور عليهم معكوسة تماما، متغيرة تماما، الحياة صارت في تعاسة، المرأة في هم، ربما أدى بها الحال أن تقتل نفسها، أو أنها تتسبب بأشياء يكون فعلها هذا من الأسباب لأمراضها النفسية والاضطرابات النفسية، وتعيش في ضيق وهم وغم وهكذا. وهو كذلك وسيعيش كذلك، لأنه إن فضح أمره وانتشر أمره وقالت هو فلان الذي مكر بي، وبعدها صار في أمور وصارت في أمور. فمن يعيش في هذا البلاء فهو يعيش في أتعس حياة وأتعب حياة وأرهق حياة وأذل حياة، وأيضا يعيش في حياة لا يجد بعدها الفلاح في مستقبل أمره، لأن كثيرا ممن يتعامل بهذه الأمور تأتي العقوبة في بناته، تأتي العقوبة في أسرته، فتجد أن الشخص وهو شاب وهو في عنفان شبابه وفي قوة شبابه يتعامل بمثل هذه الأمور مع النساء، فإذا تزوج جاء القضاء في بناته، جاء القضاء في أسرته، وما يستطيع هنا، يريد أن يحمي، يريد أن يفعل، ما يقدر، لأن العقوبات ما يردها أحد من الخلق. أي عقوبة يريد الله أن يرسلها على أحد لن يقدر أحد من الخلق أن يردها، ولو اجتمع من بأقطارها، ولو بذل الشخص ما بذل، والله هو الذي يريد أن يعاقبه، لن يقدر أحد أن يذهب عنه هذه العقوبة. فالبلاء هذا بالذات مع الجوالات، الرسائل، الواتس، الكلمات المعسولة، الصور، أرسل لي كذا وأنت أرسلي كذا وافعلي كذا وأنت افعل كذا، وبدأ الشيطان شيئا فشيئا حتى يقع الرجل وحتى تقع المرأة في أمور خطيرة وفي بلاء عظيم وشر مستطير، نسأل الله السلامة والعافية.